صلي على الحبيب قلبك يطيب صباحكم زي صباح اللبن الحليب. النهاردة يوم الجمعة، جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب. ربنا يجعل أيامنا كلها زي بركة يوم الجمعة. الفيديو بتاعنا النهاردة برعاية مش هنشتري حاجة من بره، كل حاجة في البيت هنستخدمها ونطلع منها فطار حلو قوي قوي. أول حاجة هنعمل عصير علشان نشربه جنب الفطار. كان عندي جوافة فعملتها بالمية لان كلنا عندنا برد، فما حبيتش ان انا احط عليها لبن. عملت المية وحطيت السكر والجوافة والحمد لله على كده. هنقطع بقى شوية بطاطس علشان نحمرهم، وكمان هنختبر النهاردة بقى الحاجات اللي عملناها مع بعض في فيديو التفريزات بتاع رمضان، الفول والطعمية. هنعملها مع بعض عملي النهاردة علشان نشوف هل الوصفة بتاعتنا ناجحة ولا لأ. فجبت كيس من الأكياس بتاعت الطعمية اللي أنا عاملاها، حطيت عليها ملح وحطيت عليها شطة وحطيت عليها كزبرة، وكمان حطيت عليها سنة صغيرة قوي كده من كربونات الصوديوم. طبعا التتبيلة اللي انت هتحطيها دي انت خاصة فيها يعني براحتك. وهديها كمان ضربة كده بمضرب البيض علشان تطلع نافشة معايا وجميلة. هضيف لها كمان بقى بيضة علشان تبقى يعني ادعم طعمها وتبقى غنية كده. زي ما قلت لكم النهارده مش هنشتري اي حاجه من الشارع، كله في البيت. لو كان عندي بقى سمسم وكزبره حصى كنت بقى عملت سمسم وكزبره حصى ودورتها والكلام ده، لكن ما عنديش بصراحه ولا سمسم ولا كزبره حصى. ف عملتها بقى على طول بالمعلقه كده. عايزه اقول لكم جميله قوي وطلعت نافشه وحلوه جدا، وطعمها بجد خطير وريحتها فظيعه. هسيبلك ان شاء الله فيديو التفريزات في صندوق الوصف لو حبيتي تعمليها. هنا بقى بعد ما استوت من الناحية دي قلبتها على الناحية التانية، وبعد كده هطلعها. ما شربتش زيت نهائي نهائي بجد والله، ما شربتش زيت نهائي. اهو بصوا شكلها بالشكل ده. والبطاطس كمان كانت اتحمرت، اديتها بقى ملح وكمون، ومش بحب اضافات كتير على البطاطس يعني. ده الفول بتاعنا اهو. طلعته هبدأ ان انا اسخنه على البوتاجاز. اثناء وهو بيسخن فقلت اطلع جبنة، وكان عندي المسقعة دي من امبارح فروحت حطيتها في طبق، كانوا اخر شوية يعني في الحلة. هنا بقى انتوا عارفين ان انا مفرزة الليمون، فاخدت كده مكعب يعني من اللي انا مفرزاه وحطيته، وهبدأ بقى ان انا اضربه بالهاند بلندر لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. اديته شطة، اديته كمون، اديته كزبرة، اديته ملح، خل وزيت. هعمله فول عادي خالص يعني. وبس كده حطيناه في الاطباق. كان عندي برضو الفول بقوطة ده كنت عاملاه قبل كده، كنت عاملاه قبليها بيوم يعني، فقلت اسخنه واحطه جنب الاكل. وكمان بقى قطعنا البصلة المتينة، بصلة يوم الجمعة ما بنستغناش عنها، خليها بقى تطلع البرد اللي فينا ده. وكمان هنا كان الفول سخن. وبس كده ده كان الفطار. بجد كان مشبع قوي، اللي هو طول اليوم بقى احنا مش قادرين ناكل حاجة اصلا. ايه رأيكم بقى في البساطة وكله في البيت وشبعنا والحمد لله. وكمان هنصب بقى العصير. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. حبيت بس اقول لكم جمعة مباركة. وهنا بقى بقول لكم عم شكشك بيسلم على بكار. انا اكتشفت ان الجيل الجديد ده ما يعرفش عم شكشك. شايفين طبعا الجوافة بعد ما عملتها صفتها، يعني بعد ما ضربتها في الخلاط، لاني انا لما ضربتها بالبذر وبكل حاجة. فلما جيت اصفيها لما جيت اصبها صفتها يعني في الشفشة. دلوقتي اقول لكم دمتم سالمين، مع السلامة.